بسم الله بديت وعلى النبي صليت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وش راكم خياتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير، صحيحتكم جملتكم. أنا راني بخير والحمد لله يا رب. كالعادة اليوم نروحوا نهار اليوم كان الخامس لو أعلم 6 أيام رمضان. الفايدة والحاصل السادس، هاني بينتوا بلي السادس. المهم نحطوا هكا السيرفيس، نشوفوا كيفاش نزينوا هذيك الطابلة وكيفاش نديروا تنسيقات التقديم، ونروح مع بعض نشوفوا واش كاين في المنيو تاعنا اليوم. مادام كاين دي زاسيات بلا معناها باينه بلي ما كاينش حاجه تعبنا، راقي حاجه باينه بلي سهله رابيد فيت في. على اليوم عندنا الحوت، كان جاب لي الزوج الحوت تاع الرايه والحوت العادي. فوالا قلت نديرهم نقليهم ونحطهم. هذا ما كان كنت حابه ندير هذاك الحوت الرايه، كنت حابه نديره بصوص روج مع الروز. بصح شوفوا انا من النوع تاع اللي ولادي في ساير من الايام ممكن ياكلوا هكا مواكل مرارق وكاع، بصح في رمضان نعاني معاهم، يقولوا يحبوا السوق الحاجه السهله. جوغ ماما كي دايره لنا الشوربه معناها دوزيام بلا ما بيك ما يكونش شوربه، يعني تكون حاجه شغل غراتان يعني هكا بطبوط ليكيش. المهم هذو الحاجات اللي خفاف. فوالا هي قلت خلاص ندير لهم الحوت مقلي وخلاص، بلا ما نديروا فيه صوص روج يحصل غير في راسي ناكلوا غير انا وبالسيف عليا. هذه هي الحكايه. انا راح ندير شوربه، درت اللحم يتقلى كيما شفتوا، وعندي الخضره هنايا حبه زروديه وحبه كرجات حبه بصل، 2 حبات ولا 3 حبات طماطيش يكونوا صغيورين ولا حبه تكون كبيره. هذا مكان. وعندي الحشاوش هنا درت القزبر معاهم يرتاح. والكرفس خليته نديرو هكا شطب. قلت لكم انا في الحيره نرحيه ما كيما في الشوربه، لا نديرو هكا شطيبات وما كيطيب نحيه. والقزبر لا ما يديرونجيش، يعني كي ترحيه ما يبانش اصلا شكله. فوالا نخلي اللحم تاعي يتقلى مليح اللي كنت قليته في الزيت وفي السمن. كاين واحد الاخت قالت لي راجلي يحب الشوربه كيما تاعك، بصح انا ما تخرج ليش، وهي هذيك الشوربه تجي من الفوق فيها ليدان جوغ ميدمه. كاين ناس ما يحبوهاش يقول لك الكوليستروليتو، مي انا دوك نقول لكم كيف علاش تجي هذاك الوجه يجي تاع الشوربه، يجي متقليه كي تتقلى مليح وكيكون اللحم مشحم وكي تكوني دايره السمن والزيت. فوالا انا نقليها بالسمن والزيت الشوربه. فوالا وكيما شفتوني درت الخضره تاعي، دوك درت طوماط كونسيرف وفلفل الهريسه تاع الفلفل الحلو، ودرت لي زيبيس فلفل عكري، ودرت راس الحانوت وشويه فلفل كحل. هذا ما كان ونتبل وندير الملح. فوالا ونخليها تتقلى على نار قليله. هذا هو السر تاعها. صدقوني شوربه كي تطيب لاكوكو تجي بنينه، ماشي ما تجيش بنينه صح تاع القدره هذه واللي تكون ولا تاع الفخار ولا وديريها ابتي فو تجي خير وخير وخير. فوالا خليتها ليها تتقلى وانا حنجي ندير الحشو تاع البوراك. هنا عندي البصل وعندي الاسكالوب. هنا قلت لكم انا الاسكالوب نشريهم هكا دي مورسو ولا دي ستيك ونغسلهم مليح بالماء والخل ومن بعد نرحيهم. فوالا شغل هكذا باش تيفيتيو كامل هذيك الشحمه اللي يديروها، اصلا هما يرحيوها بالغسيل. تسمى البنات اللي كنتوا تحبوا زعما وكان عندكم الميكسور، على بالي كاين شي اخوات بالك يكون ما عندهمش الميكسور، سي بور سا يشريوها هكاك شغل مرحي. ملي تكون عندها لاشوا ولا ميكسور ولا اشريه هكذا احسن دي مورسو ولا دي ستيك ورحيه احسن من اللي تجي من برا مرحي. فوالا اللي هي درت الملح كنت نسيته، ودوك نبقى نخلط فيها باش ما تتقعدليش من تحت وما تنحرق ليش. ودائما نقول لكم على نار قليله باش هكا تجيكم هذاك الوجه يجي شباب. فوالا ومن بعد نزيد السر تاعها باش يجي شوربه بنينه، نزيد نشلل الفريك ونديرو لداخل معاه، يعني وهي تتقلى نقلي الفريك معاها. صدقوني راح يجي. شوفوا كي نديرو في لاكوكوت نطيبوا اللحم نص طياب بعد باش نديرو الفريك. مي كي ديروها هكا لا ديروا الفريك تاعكم تتقلى. كي تتقلى الخضره مليح زيدوا ديروا الفريك وخليوها تتقلى مليح فوق النار ومن بعد نمرقوا. انا هنا درت لها قرن حار ولا راس حار وخليتها تزيد تتنكه مليح وهذاك الفريك تدخل فيه هذيك النكهه. ومن بعد باش نمرق، وكي نمرق دائما نقول لكم اللي عندها هذوما البيركس ولا الاخر تمرق بالماء يكون مغلي، يعني يكون سخون ماشي بالماء بارد سينو تطرطق. هذا هو السر تاعها اللي على جالها يتكسروا هاد القدور سواء الطين ولا هاد البيركس ولا هذو كامل اللي شغل زجاج ولا بورسلان ولا عفسه. فوالا انا درت الحشو تاعي راني نكمل. خليت البصل يتقلى، درت فيه شويه ملح باش يذبل رابيدمون،
وزدت درت فيه الدجاج ولا سكالوب اشي اللي كنت رحيته. فوالا ونخليه يبقى يتقلى. فوالا نقصو ثاني الغاز ونغطيه باش الدجاج هذاك ولا السكالوب ما يبقاش هكا دي مورسو كبار. فوالا وهنايا عندي هاد اللحم بلوتو ماشي اللحم يبان اللحم الحوت هذا تاع الرايه. شوفوا هنا اللون تاعو كيفاش يجي وصدقوني فيه واحد البنه يعني ما شاء الله. انا نفضله احسن من الطون احسن من الحوت هذاك تاع الطون. فوالا شوفوا هنايا اللون تاعو برك سبحان الله يبان اللحم وكي تقليه اصلا في الكو تاعو يبان اللحم وهو حوت. فوالا الحاجه اللي مليحه فيه سيكو ما فيش الشوك كيما شتوني الاولى اللي نحيتها غير هذاك العظم اللي تجي في الوسط فقط ما فيه ني شوكان والو تاكليه الاز. يعني خاصه الناس اللي عندهم ولادهم صغار ولا شغل ما يقدروش يعجزوا على الحوت ينقيوه عليكم وعلى الرايه. يعني لا من الكو ولا من اللون ولا من شغل ما يتعب ما حتى حاجه. فوالا هنايا انا قطعته هكا دي ستيك وحطيته دوك ندوزنو ونخليه حتى يقرب الفطور. انا كان جابولي نهار من قبل شللته وحطيته في الفريجيدير يقطر كيما شتوني. كنت جبته في سله خليته يقطر مليح نحيت له هذاك الدم تاعو باش غدا من ذاك درت له لا مارينات تاعو. فوالا هنايا كيما شتوني القاعه راهو فيها جو سيترون جبته باش ندير الموخيتو ديكونجليتو ودرت منه شويه شويه. شتو علاش انا ما نديرش المركز خاطر ديفوا نحتاج للقارص ونكون زعما نكون مزروبه وكامل نحتاجو يكون قارص وحده زعما ماشي مركز ليمون فهمتوني. ما نديرلوش السكر نخليه هكاك القارص ديفوا نحتاجو يثمثم يعني. فوالا هنا درت له لي زيبيس تاع الحوت ودرت له السكنجبير وفلفل كحل وهذا ما كان نورمالمون هذا ما درت له. فوالا وندير له ثوم بودر برك فقط نخلطهم في زوج منا ومنا ونحطهم بجهه ونخليهم حتى من بعد باش نديرهم. ما تنساوش برك القارص لخاطر حاجه جد مهمه في الحوات لازم يكون كاين شويه تاع القارص. فوالا وهنا ما ندير ني زيتني ولا باسكو راح نقليهم من بعد. فوالا نحطهم هكا في نغطي الحوت تاعي ونحطهم بجهه ونخليهم حتى يقرب المغرب باش نقليهم يعني 4 ساعات بك من قبل باش نبدا نقلي. فوالا الحوت هذاك يعني نديرو نرمدو في السميد والحوت هذاك تاع الرايه ان نديروه في الفارينه نرمدوه في الفارينه ونديروه يطيب. وهنايا نروح للدجاج تاعي انا كيما شفتوا يا البنات وسيتو مليح بالفرشيطه قلت لكم باش هكا يبقى ما يبقاوش دي مورسو هكا كبار. كاين واحد الاخت قالت لي برك قولي لي اسكو راكي ترحيه من قبل السكالوب ولا حتى كي طيبيه باش ترحيه. شوفوا كي طيبوه تنجموا ترحيوه بصح صدقوني ما يجيكمش نفس الكو تاع اللي ترحيه من قبل. برك وشنو على بالي باللي يدير لكم هذوك الكوتل هذوك بداو نقصوا له الكاز وغطيوه وخليوه وبداو منين داك بالفرشيطه هكا عبسوا عليه باش يتقسم كيما نقولوا يتفتت. سينو زيدوا له قيس نصف فنجان تاع الماء ولا وخليوه يطيب مليح وراكم تفتوا فيه من ذاك بالفرشيطه. وهنايا قطعت له المعدنوس زدت له لي زيبيس تاع الكوري تاع الفرماج وفلفل ابيض وهذا ما كان. ولا عندكم انا قلت لكم انا دائما ندير له الجامبو ماشي الجامبو تاع لي كوب هذوك لا من عند العطار شروه جامبو صحي احسن من الجامبو اللي نشروه هذوك تاع لي كوب. فوالا وكي قربت الطيب هنايا كي كملت درت كونتيتي مليحه تاع فرماج اللي شتوني هذاك النهار كنت خلطتهم معاكم يعطولوا واحد البنه ما نحكيش عليها. فوالا نخلط كل شيء نطفي برك الغاز تاعي. هنا كاين اخواتي يزيدوا له البيض مي انا ما نزيدلوش البيض ابار ولا كان عندي صح كان عندي البيض كيما دي فوا شتوني ندير لي طارطوليت ولا يبقى لي الابيض تاع البيض هذاك نزيد نخلطو معاه سينو ما نديرلوش البيض. يعني غير هذا الفرماج هو يعطي له هذاك القوام هذاك شغل يجي متماسك وشاد روحو. فوالا ومن في النكهه يجي يعني يعزز النكهه كيما نقولوا. فوالا نطفي الغاز تاعي ونخلي لافاغ تاعي تبرد ومن بعد ندير لها نديرها في البوراك. فوالا هاد الحشوات تقدروا ديروا به حتى لي كيش تقدروا ديروا به نديروا فوق البيتزا تقدروا ديروا به لي ساندويش يعني تقدروا ديروه بارتو. فوالا وهنايا انا رايحه ندير حاجه خفيفه للسهره لي سيجار. هنا كان عندي جوز طحنته رحيته في الميكسور ودرت دوك ندير له شويه تاع السكر ماشي بزاف غير كميه صغيره يعني يا ربي مغرفه ولا زوج مغارف فقط يعني زوج مغارف وبزاف انا بو يا ربي مغرفه وزيد له شويه ما ورد ومغرفه صغيره تاع الزبده نحطهم مع بعض نخلطهم مع بعض وندير دوك نجيب البوراك الورق تاعي تاع الديول بلوتو ماشي البوراك الورق تاعي تاع الديول ونبدا نديرو. شوفوا البوراك نديرو الحشو هكا يكون شويه اقصر والحبات يكونوا معمرين
باغ كونطخ لي سيغار نديرو الحشو هكا رقيق ويكون برك طويل، ونديرو لي سيغار يجو هكا طوال، يعني اسمو لي سيغار. واش معناها؟ يجي الشكل تاعو كيما لي سيغار، فوالا صافي يجي رقيق وطويل. هذه هي ماشي كيما البوراك يجي معمر ويجي قصير. فوالا هذا مكان ساهل مع الكيفيه تاعنا اليوم، خفف ظراف. يعني نهار قلت لكم نهار اللي يكون عندي طياب انا ما نطيبش، ونهار اللي ما يكونش لا نسيي واش نطيب. كيما نهار لي سيغار هذوك كما كان عندي فطور، كان عندي كلش، كان باقيين لي غاس تاع الحوت وكامل، صافي ما درت والو، درت غير لي سيغار فقط. ونهار ميم يعني البلوتو التحليه دسا كي يكون عندي ما نديرش، يعني ما نزيدش ندير غدا من ذاك اللي تكون عندي نسيي ما نديرهاش. فوالا باش هكا نربح الوقت ونتفرغوا للعباده، وماشي غير طياب او ميم طون ما نضيعوش اللقمه، يعني ما نخسروش النعمه. هذه هي الحكايه. فوالا انا كملت لي سيغار تاعي، قليتهم ودوك نروح نعسلهم. هنا العسيله تكون تياد، ما تكون بارده ما تكون سخونه. كيما دائما نقول لكم، الا كان البوراك تاعكم ولا القطايف تاعكم ولا يكون سخون، العسيله ما لازمش تكون سخونه بزاف، يعني تكون غير شويه. ومن الاحسن كيما لي سيغار الاحسن تكون بارده كاريمون، باسكو حنا باش يشد لنا هذيك القرمشه. الا كانت تياد معناها حيطرى. فوالا هذا مكان، ونعسلو ونحطو في طبسي، ومن بعد نزيد ندير له من الفوق رشه تاع جلجلان ولا تاع اللوز يفيلي ولا جوز ولا اي شيء. المهم الحاجه اللي تكون عندكم، بيستاش، اي حاجه تكون عندكم ديروها له هكا من الفوق، باك زيدوا عاودوا سقيو له ورشوا له هذيك الرشه تاع المكسرات اللي تكون عندكم هكا من الفوق. هذه هي. ودوكا نروحوا نقليو هنا، يعني قلت لكم قبل 4 ساعات قبل الاذان جيت للحوت تاعي. هنا شوفوا نقليها على الجهتين، يعني الجهه الاولى زيد له الجهه الثانيه ونحطوا، ما تبقاوش تقلبوا في الحوت منا ومنا، زينه راح يتفتت لكم كامل في المقله. فوالا باش يبقى شاد لا فورم تاعو. وهنايا واحد الاخت نشفى مره قالت لي ناديه، قالت لي ما نحبش نشوف الحوت زعما بالراس تاعو يكون ينقله. صدقيني انا ثاني في حياتي ما كنتش نحبه، مي كي تحطيه يعني البريزونطاسيون تاعو احسن واحسن. الحاجه الاولى، والحاجه الثانيه انا شريته هكا مغسول. الحاجه المليحه كامل قلت لكم في بيتنا كنت نحب نشري السردين باسكو يجيني مغسول ومنقي، وتشريه يعني ما ينقيهولكش ببخي زايد. يا ربي واقيلا ديمي البرك ينقيهولك. وهذا ثاني تاع الحوت تاع نهار اليوم ثاني منقي، جاني منقي معناها عاود غير شللته فقط. وهذا مكان فوالا اقليته. ندوك ندير فيه مقله واحده اخرى هذاك الرايه باش هكا ما يجينيش نفس الكو، ما يطلقوش نفس الكو، كل واحد الكو تاعو. هنايا كيما وشتوني درت له برك كنت مارينيتو كامل، درت له برك فرينه، رميته في فرينه وحطيته ينقلى. صدقوني واحد الشكل والله ما يبان اصلا باللي حوت، يبان اللحم ويجي الله. وانا هنا الكميه هذه ما قليتهاش كامل، قليت النص، والنص خليته غدا من ذاك، على بالي بلي وكاين نوع واحد اخر تاع حوت معناها مش رايحين يتكلوا كامل، واصلا غير الخساره. يعني ندراري بسلامتهم غير كيما يقول واحد ما يعرفوش ميم با زعما واش معناها دوزيام بلا، ولا كي ياكلوا غير البوراك والشوربه مليح سي ديجا بوكو. يعني وانا عايش تشوفوني دي فوا ندير لهم البوراك بالفيونداشي وكامل باسكو يشبعوا غير من البوراك، يقولوا لي خلاص ماما ما نزيدوش. صافي نقول على الاقل البوراك نديروا لهم بالطبع باش دوزيام بلان لا ماكلاوهش عادي. فوالا ودي فوا يتسحروا به، يعني دي فوا نوضهم كي نشوفهم بلي ماكلاوش مليح في الفطور ولا نسيف عليهم السحور، ما اذا كانوا فطروا مليح يعني ما يحبوش يتسحروا لي. فوالا وهنا كملنا وهاي لكم الطابله تاعنا. اللهم بارك، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. هذاك التمر اللي راكم تشوفوا فيه تاع الحج بعثتوا لي هذيك الاخت اللي قلت لكم دعات لي عن ظهر الغيب، مختار يا ربي يحفظك هذاك التمر تاعك. العجوه تاع الحج ان شاء الله ربي يجعلنا من زيارها يا رب عاجلا غير آجل. والشريبه تاعي هاي لكم هنا كيفاش جات تتشهي، شهيتكم في الجنه شويه زيتون لي كونيشون والبوراك. وهذا مكان الحمد لله على النعمه. البيض كاين بزاف اخوات تقصوني نادي علاش البيض، صدقوني ما كانش حاجه ما احسن في رمضان كيما البيض ولا في فطور الصباح، خاصه كي نكونوا صايمين. انا نغليه ونديرو ديفوا في شلاضه وديفوا نديرو هكا بريزونطاسيون منو ياكلوه منو. وهذوك لي كوب اصلا شريتهم على جال بوغو كو زعما يحبوا ينقيوه ويحبوا ياكلوه. هذه هي الحكايه. وهاي لكم انا شاهدكم في الجنه خياتي، ان شاء الله ربي يرزق كل وحده تشهد لقمتي يا رب العالمين.
وهنايا هاي لكم الطابله تاع السهره. قهيوه الله الله، انا نشرب قهيوه ما نستناهمش حتى يجوا من التراويح، وما تكيجوا من التراويح باش نشربوا لاتاي وكل شيء. هذه هي كانت السهره، وهذه هي كان المنيو تاعنا اليوم، خفيف ظريف. كنت راح نقلي لي فريت، وما قلت لا ما نقليش غير الحوت يكفي، وبزاف المقليات وبزاف هذه وبزاف هذه. وهذه يا خياتي هذا هو كان فطورنا تاعنا اليوم، المنيو تاعنا اليوم اللي ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون خفيف ظريف عليكم. وقولوا لي نتوما واش هما اقتراحاتكم، واش راكم ديروا فطور، واش راكم ديروا دفوا على السهره. تقسموا حتى نتوما تقسموا معايا في لي كومونتير، قولوا لي ولادكم واش راهم يحبوا ياكلوا، واش يحبوا ياكلوا. هاد الحاجات كامل ماذا بيا نعرفها باش هكا ندي من عندكم، حتى نتوما ندي من عندكم افكار ونديروا هكا دي روسيت مع بعض اللي تكون توالمني وتوالمكم. هذه هي حياتي جهيتكم في الجنه. لاتاي مشحر الله الله كيفاش طيبت وساهل. غليت الماء وغسلت النعناع اللاتاي تاعي، ودرت لاتاي تاعي طيب واحد الربع ساعه هكاك، حتى قريب نص ساعه تقولوا على نار قليله، يعني غير يغلي. نقصته كامل الغاز ونخليه يتشحر في غرضو، ومن بعد نزيد نرمي له النعناع يابس ونحليه ونخليه يزيد يدي واحد 5 دقائق فوق النار. ومن بعد نعقدوا بين زوج لي كاسرول ولا بالفوي بالبغا ميكسور، ديروا له هذيك الرغاوي هذيك شويه تاع اللاتاي مع شويه سكر، وبقاو تميكسيو فيه وتحطوه في البقرات. وهذه هي المهم. خليكم على خير خياتي، لحقنا لاخر فيديو، نقول لكم كامل حبكم، تهلاو بزاف روحكم، وسلام حبوباتي، سلام.